بقى السبونج البيتي يطلع بالعظمة دي كلها ويعمل معانا التورتيه القمر دي، واحنا ما كانش ينفع ما نحتفلش؟ كان لازم نعمل احتفال حلو كده يليق بالحدث الحلو اللي احنا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. التورتيه الحلوه القمر اللي انتوا شايفينها دي بشويه تفاصيل يعني كده تليق مع الاحداث اللي حوالينا ومع الجو، اتعملت بنص كيلو دي سبونج واحنا عاملينه في البيت مع بعض قبل كده. الأول هنحضر طبقة الكريمة. هنحتاج نص كوباية من السكر وكوباية من الكريمة الخام. هنحط معاها معلقتين كبار من كريمة الباتيسير أو الباتيسير البودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. اللبن البودر هنا خطوة اختيارية، تقدروا تحطوه أو تستغنوا عنه، لكن بيدي تست حلو قوي. هنحط كوباية ونص من المية الساقعة المتلجة، ونضرب الكلام ده كله مع بعضه على أعلى سرعة في المضرب. سرعة الضرب هي اللي هتديكم قوام هش وناجح للكريمة بتاعتكم. ضربتها بقى كده وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، طلعت متماسكة وهشة وحلوة قوي. الكيك بتاعي طبعا انا عملت معاكم قبل كده دقيق السبونج. خدت نص كيلو من دقيق السبونج البيتي اللي احنا عاملينه مع بعض، حطيت عليه 5 بيضات، نص كوباية من المية، ومعلقتين صغيرين من المحسن الجل. ضربت الكلام ده كله مع بعض لما لونه بقى فاتح ودخلته الفرن على 180. قعد معايا نص ساعة، لان انا هنا استعملت صاج مقاسه 30 في 40، او سوري 40 في 40، علشان يطلع معايا بالشكل المربع اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما طلع شلت ورقة الزبدة بقى بتاعتي من عليه، وبدأت ان انا كده اقسمه على 4 اجزاء. تقدروا هنا كده تقيسوا بالمسطرة لو انتوا حاسين انها لا مش هتطلع معاكم احسن حاجة. بعد ما خدنا الاجزاء بتاعتنا، الجزء اللي ما اتفصلش مع ورقة الزبدة هنشيله بايدينا كده، الوش اللي بيكون فيه زفارة البيض. في بقى طبقة تقديم او على حامل، شوفوا هتقدموها على ايه. وهنحط طبقة الكريمة علشان تمسك معانا الكيك. وهنا ما تقدروا تستعملوا جناش شوكولاتة ابيض، هيثبتها معاكم اكتر لو هتنقلوها من مكان للتاني. عملت لها تشريبة خفيفة كده من السيرب الخفيف او شربات الحلويات الخفيف، وبعدين بدأت ان انا اسقيها بالكريمة بتاعتي. حطيت كده طبقة كويسة قوي من الكريمة، وبدأت ان انا اوزعها كويس قوي. في الخطوة دي تقدروا تحطوا حشوة او تستغنوا عنها زي ما تحبوا. انا بس بديكم افكار علشان تطلع معاكم احلى تورتايه. وطبعا تقدروا تعملوا اي شكل تاني، مش شرط الشكل ده. حطيت شوية كمان من النوتيلا وشوية من الشوكليت شيبس، وبدأت ان انا احط الطبقة التانية. شربتها بنفس الطريقة، وبعدين غطيتها بنفس الفكرة وحط الطبقة التالتة. ان اول طبقة من الكيك اديت لها يا دوب تشريبة خفيفة خالص. بقية الطبقات خدت تشريبة كاملة علشان تطلع معانا متماسكة وحلو. بدأت ان انا كده اجلس الوش بتاعنا علشان ناخد اول طبقة اللي هنحط عليها بعد كده الكريمة الاساسية. يعني بديها وش خفيف خالص من الكريمة، وفي الخطوة دي بدخلها التلاجة مش اقل من ساعة علشان تمسك نفسها كويس. دخلتها، والطبقة الرابعة او الربع من الكيك بتاعي اللي كان بقيان معايا، بدأت ان انا امسكه كده واقسمه لأربع وحدات. خدت بقى كل جزء وبدأت ان انا اصغره شوية عن المعتاد لحد ما اكون كده شكل لطيف قوي هتشوفوه دلوقتي. ظبطت كده المقاس بتاعي وده فعلا طلع اصغر. وبعدين الشكل الاصغر منه هناخد بقى الاجزاء الصغيرة دي ونقسمها على اجزاء تانية علشان ناخد الشكل الهرمي الحلو ده وما يتعبناش في التشكيل. اتكون معايا بقى كده، بدأت الملامح تظهر. بدأت ان انا اخد من الاجزاء التانية برضو واكمل شكل الهرم. طلع معايا بسيط. افصلوه بقى كده علشان تقدروا تعملوا الطبقات. هنا انا مش هحط للطبقة بتاعة الهرم بتاعتي اي تشريبة، علشان عايزاها تكون متماسكة فتطلع معايا سهلة وانا بنقلها وبحركها، تكون كويسة قوي وما تغلبنيش ولا تعذبني وانا بحركها. بدأت بقى كده ان انا اكونه زي ما انتوا شايفين ما بين كل طبقة طبقة من الكريمة وطبقة من الحشو بتاعنا، وبعدين هغلفه كله من بره بطبقة كريمة تانية. بدأت ان انا اغلفه كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم اللهم بارك، الكريمه كانت ناعمه وحلوه قوي، قوامها مظبوط وناجحه، هتنفع معاكم لاي نوع من التورت. حطيت لها بقى كده نص خله من خلات الاسنان علشان تمسكها شويه. دخلتها التلاجة شويه تقريبا 10 دقايق بس اول طبقه تتماسك. وبعد كده خفيت معلقتين كبار من اللوتس او من زبده اللوتس بشويه من الزيت علشان يبقوا صوص سهل معايا ان انا اصبه فوق الهرم بتاعي. لازم تدخلوها التلاجة علشان تبقى متماسكة معاكم، ولما تصبوا عليها الصوص بتاعكم ما يمسكش فيه. هنا بقى التورتيه بتاعتي بعد ما طلعت بدأت ان انا احط الطبقة الاخيرة من الكريمة واجلسها كويس قوي علشان نعمل شورب ايدج او يعني حواف حادة كده قدر المستطاع.
كسرت بقى كده شوية من ورق الدهب مع معلقة من الشوكولاتة البيضة ومعلقة من العسل، وبدأت ان انا يعني اعمل بيهم كده خطوط على قمة الهرم. اللقطات البسيطة اللي كتبنا بيها حروف، انا مش فاكرة نصها حقيقي، ولكنها حروف من اللغة الفرعونية القديمة. تقدروا طبعا تعملوا اي اشكال تناسبكم، هتفرح الولاد وهتبقى حلوة قوي، وهي فرصة تعرفوهم اللي بيحصل في البلد والاحداث الحلوة اللي بتمر حوالينا علشان يفتخروا ان هم مصريين. بدأت كده ان انا ارسم اشكال كده بشكل يعني عشوائي على قد ما اقدر، علشان تديني نفس الاشكال الفرعونية المتعارف عليها. وفي منهم اشكال انا كنت بغشها بصراحة، يعني اعملوا زيي وغشوها مش مشكلة علشان تطلع معاكم الاشكال مظبوطة. رسمت بقى الاشكال على قد ما اقدر، وبعدين هجيب الهرم بتاعي اللي انا خلاص كنت حطيته في التلاجة وحضرته، وهحدد المكان اللي انا هحط فيه. بعد طبعا ما رسمت مفتاح الحياة على قد ما اقدر، حاولت ان انا اطلعه مظبوط يعني ويطلع شكله مناسب معاه. هبدأ بقى ان انا احط الهرم بتاعي كده واظبطه علشان شكله يطلع بقى حلو. عملت له مكان في الوسط كده، وفي الوقت ده كنت مكسرة شوية من البسكوت. نسيت اقول لكم اني حطيت خلة تانية علشان اغطي بيها يعني او امسك بيها الهرم مع الكيك الاساسي. كسرت كده شوية من البسكوت علشان يديني كده زي ايحاء ان كأن في بقى تراب جنب الهرم وهكذا، وبدأت ان انا اغطي بيهم سطح الكيك بتاعي علشان يدينا شكل حلو زي ما انتم شايفين. بدأت بقى غطيتها كده كويس، وبعدين كده كان عندي صقر صغنون بدأت ان انا احطه زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم بقى اتفرجوا على الحلاوة والجمال، طعمها هش قوي، حلوة جدا. اللوتس مع البسكوت مع ميكس الكريمة بقى حلوة قوي، حلوة حلاوة ما حصلتش. شكلها حلو قوي وعجبت الولاد جدا، وهتعجبكم لما تجربوها. هستنى تجربوا الوصفة وتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو وتقولي لي رأيكم. صحة وهنا.